تعمل للناس كي ربي ما قنعكش. أليس الله بكاف عبده؟ فيا إخوة الإيمان، أحسن الفئتين هو من يراقب الله يترك القبائح خوفا أو حياء من الله، لا خوفا أو حياء من الناس. هذيك فاني زينة. واحد يقول نبطل الدخان، لخاطش عيب نجمع مع ناس ونظل ندنس لهم في المجالس تاعهم بهذه الرائحة. هذا ترك التدخين من أجل الناس، ربما حياء منهم، لكن الأرقى منه والأسمى والأعلم والأعرف بالله هو من ترك هذه المعصية لوجه الله، مش ما يربح دراهم ولا خايف على لي بومون تاع هذه فاني مليحة، ولكن لوجه الله، أن يمحض القصد لله، لا سانسيريتي. معناه لي زادوراسيون دوافت تاتر فوي لله، الوجه الله، ديستيناسيون وحده. أنا أخاف أن يسخط الله، أريد رضا الله ولو سخط الناس أجمعون. خاصك تسخط ربي برضا الناس، بالتزلف للناس، بالتملق للناس، بالانبطاح للناس. هذا هو الهوان وعين الهوان والذل والبوار. ولو كان قاع يرضوا عليك اليوم غدوة يسخطوا عليك، لأن قلوبهم بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. فمن طلب رضا الناس بسخط الله أسخط الله عليه الناس. كانوا سيادنا يطلبوا العزبة بالذل لله، يقولوا اللهم أعزاني بالذل لك واغنيني بالفقر إليك. مشي تمرغ ذا النيف لكاع الناس ومن بعد جيت تزيد بها لربي، لا. النيف هذا من كان عند الرجال عند قريش وينزلوا اللي دخلوا الإسلام، ينزل من العود ويحطه في السجدة فوق الأرض، يعرفوا اش هي السجدة، يعرفوا باللي السجدة هي إعلان لانكسار أمام الله، إعلان لتبرئة هذه الجبهة أن تسجد لغير الله. علاه